بسم الله الرحمن الرحيم. احنا خدنا الدرس اللي فات كان تطور وسائل النقل في حياتنا، وعرفنا كان زمان ايام اجدادنا المصريين كان عندنا ايه من وسائل النقل وازاي اتطورت وبقى عندنا ايه دلوقتي. والدرس بتاع النهارده ان شاء الله يعتبر تكملة على الدرس اللي فات. تمام. طيب احنا قلنا قبل كده ان انواع النقل 3 انواع: نقل بري، ونقل جوي، ونقل ايه بحري او مائي. مائي اصح علشان المائي بيندرج تحته ايه البحري والنهري. تمام كده. طيب انواع وسائل النقل في حياتي ده عنوان الدرس. لو جه سؤال وقال لي بتهتم الدولة بتطوير وتحسين كل انواع وسائل النقل، ليه الدولة بتهتم ان هي تطور لي وتحسن لي من انواع وسائل النقل؟ قال لي ده بسبب أهمية النقل في كافة نواحي الحياة. احنا قلنا ان جميع وسائل النقل بتنقل البضائع وبتنقل الركاب، يبقى ليها أهمية كبيرة، صح كده؟ يبقى هنا لو قال لي السؤال بما تفسر تهتم الدولة بتطوير وتحسين كل أنواع وسائل النقل، هقول وذلك بسبب أهمية النقل في كافة نواحي الحياة، إن وسائل النقل دي ليها أهمية كبيرة في كل نواحي الحياة. تمام كده. طيب احنا قلنا ان من النقل وسائل النقل بتنقسم ل3 انواع، وقلناهم: نقل بري، ونقل مائي، ونقل ايه ونقل جوي. طيب تعالوا ناخد نوع كده ونتكلم عنه. طيب بالنسبة للنقل البري انواعه ايه؟ قال لي عندي السكك الحديدية، وعندي الطرق المرصوفة. انا عامله لكم برضو الدرس في صورة جدول كده عشان تعرفوا تذاكروه ويبقى سهل بالنسبة لكم. طيب النقل البري قلنا السكك الحديدية والطرق المرصوفة. طيب بالنسبة للسكك الحديدية، ايه هي السكك الحديدية او يقصد بها ايه؟ اللي هي القطارات ومترو الانفاق. ليه؟ عشان الاتنين بيمشوا على سكك حديدية، يبقى السكك الحديدية عبارة عن القطارات ومترو الانفاق. طيب تمام. طب ايه اهمية القطارات؟ قال لي ان هي بتربط بين الوجهين القبلي والبحري، وبتشمل قطارات نقل البضائع وقطارات لنقل الافراد. تاني، يبقى اهمية القطارات ايه؟ بتربط لي بين الوجهين القبلي والبحري في مصر. احنا عارفين الوجه البحري كل المحافظات اللي بتطل على البحر المتوسط. طب والوجه القبلي اللي هو في جنوب مصر اللي احنا بنقول عليه ايه؟ محافظات صعيد مصر اللي هي في جنوب مصر من تحت. القطارات دي بتربط بين الوجهين دول القبلي والبحري. طيب انا عندي نوعين من القطارات: قطارات بتنقل الافراد اللي هو احنا بنروح مكان لمكان تاني، لو عايزين مثلا وسيلة مواصلات او وسيلة نقل اللي هي القطارات، ده علشان نروح من مكان او نتنقل من مكان لمكان. طيب في قطارات خاصة بنقل البضائع، لنقل البضائع بس. خلاص كده، يبقى قطارات لنقل البضائع وقطارات ايه لنقل الافراد. طيب تاني حاجة عندنا في السكك الحديدية اللي هي مترو الانفاق. مترو الانفاق بيعمل ايه او اهميته ايه؟ بيربط بين 3 مدن مصرية. مترو الانفاق بيعمل ايه؟ بيربط بين 3 مدن مصرية. ايه هما؟ القاهرة والجيزة وشبرا الخيمة. شبرا الخيمة اللي هي ايه؟ القليوبية. عايز تقول القاهرة والجيزة وشبرا الخيمة، تمام. القاهرة والجيزة والقليوبية، صح. تكتبها زي ما الكتاب جايب وقال شبرا الخيمة وفتح قوسين وقال لي القليوبية، يبقى تمام. خلاص كده. يبقى أهمية مترو الأنفاق إيه؟ بتربط بين 3 مدن مصرية. إيه هما؟ القاهرة والجيزة وشبرا الخيمة. وده سؤال بيجي دايما ويقول لي أهمية مترو الأنفاق، أبقى عارف الأهمية كويس جدا. طيب قال لي مصر أول دولة تنشئ مترو الأنفاق على مستوى الدول العربية والإفريقية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا ما عنديش أي دولة على مستوى الدول العربية وفي إفريقيا عملت لي مترو الأنفاق إلا مصر. في الأول خالص أول دولة تعمل لي مترو الأنفاق هي مصر. خلاص، يبقى مصر أول دولة تنشئ مترو الأنفاق على مستوى الدول العربية والإفريقية. تمام كده. طيب تمام، ده كان بالنسبة لإيه؟ للسكك الحديدية. طيب عرفنا السكك الحديدية دي بيقصد بيها القطارات ومترو الأنفاق، وعرفنا أهمية القطارات إيه وأهمية مترو الأنفاق إيه.
وقال لي كمان ان مصر اول دولة بتنشئ مترو الانفاق على مستوى الدول العربية والافريقية. ما قاليش طبعا على مستوى العالم، قال لي اول دولة تنشئ مترو انفاق على مستوى ايه؟ الدول العربية والافريقية. تمام كده؟ تمام. الصوت والصورة تمام؟ أيوة يا معلم. طيب تعالوا نشوف الطرق المرصوفة. الطرق المرصوفة برضو من حاجة من ايه؟ من حاجات النقل البري او نوع من انواع الايه؟ النقل البري. طيب بيشمل ايه؟ تشمل وسائل النقل التي تسير على الطرق المرصوفة. كل الوسائل اللي بتسير على الطرق المرصوفة دي زي مين؟ زي الأتوبيسات والسيارات. وطبعا دول بيعملوا ايه؟ بينقلوا الركاب برضو، أتوبيسات والسيارات. طيب ايه كمان؟ عندي الشاحنات. عارفين العربيات اللي هي او السيارات الكبيرة اللي بتنقل البضائع؟ دي برضو من الوسائل اللي موجودة او بتمشي على الطرق المرصوفة. تاني، أتوبيسات وسيارات وشاحنات وإيه كمان؟ والكباري والمحاور اللي الدولة عملتها لي. طيب عملتها ليه؟ عشان تخفف لي الضغط المروري وتقليل الحوادث وتقليل المسافات، وبالتالي خفض زمن إيه؟ الرحلة. خفض زمن الرحلة يعني إيه؟ يعني توفير الوقت. نقول تاني كده بالراحة. الطرق المرصوفة دي اللي هي بيمشي عليها كل وسائل النقل أو معظم وسائل النقل، زي إيه؟ زي الأتوبيسات والسيارات. طب الأتوبيسات والسيارات دول بيعملوا إيه؟ بينقلوا الركاب. أو أهميتهم إيه؟ لو قال لي الأهمية، نقل الركاب. طيب إيه كمان؟ عندي شاحنات، يعني السيارات الكبيرة اللي بتنقل لي البضائع. يبقى الشاحنات هي اللي بتنقل البضائع. طيب الدولة عملت لي كباري وعملت لي محاور. ليه؟ لتخفيف الضغط المروري، علشان ما يبقاش عندي زحمة في وسائل النقل. طيب لما يقلل لي الزحمة دي أكيد هيقلل لي الحوادث. أكيد هيقلل لي إيه؟ الحوادث. مش هيحصل حوادث كتير. الحوادث بتحصل لما يكون في زحمة في وسائل النقل. طيب بالتالي تقليل المسافات وتقليل او خفض زمن الرحله، يعني هيوفر لي الوقت. هنا لما الطريق يكون مش زحمه، هيكون اكيد ايه؟ عندي سرعه او المسافات ايه؟ هتقل، وبالتالي خفض زمن الرحله يعني توفير الوقت. تمام كده؟ يبقى الطرق المرصوفه بيصير عليها ايه؟ وسائل النقل زي اتوبيسات وسيارات وزي شاحنات، وكمان اتعمل لي كباري ومحاور عشان نخفف لي الضغط المروري ويقلل لي الحوادث وتقليل المسافات، وبالتالي خفض زمن الرحله اللي هو توفير الوقت. لو جالي سؤال هنا بما تفسر، نكتب سؤال هنا بما تفسر. ممكن يقول لي ايه؟ إنشاء الدولة الكباري والمحاور. الإجابة هنا هنقول إيه؟ الإجابة هتكون لتخفيف الضغط المروري وتقليل الحوادث وتقليل المسافات، وبالتالي خفض زمن الرحلة. السؤال ده مهم، يا ريت تكتبوه ورايا. طيب في سؤال هنا عندي دلل، بيقول لي تهتم الدولة المصرية بتطوير الطرق المرصوفة. دلل هنا يعني هنقول الدليل. يعني الدولة عملت إيه عشان تطور الطرق المرصوفة؟ قال لي أنشأت مصر طرقا بمواصفات عالمية. يعني إيه بمواصفات عالمية؟ يعني حاجات متقدمة جدا زي الدول اللي بره كده. طيب عملت إيه؟ قال لي أنشأت طرقا بمواصفات عالمية من حيث إيه؟ التخطيط والجودة. إيه كمان؟ من حيث مواجهة الظروف المناخية من أمطار وسيول وحرارة. يعني الطرق دي تستحمل الظروف المناخية، لو في أمطار أو في سيول أو في حرارة الطرق دي تقدر تستحمل. خلاص كده؟ دوت سؤال برضو يعني مهم نخلي بالنا منه. يبقى كده احنا خلصنا النقل الايه؟ النقل البري. ندخل على تاني نوع وهو النقل المائي. طيب هنعرف في النقل المائي أنواعه وأهميته ودور الدولة ووسائله. تعالوا نشوف أنواعه الأول. أول نوع النقل النهري. طيب بيتم عبر النيل ويستخدم فين؟ النقل النهري من اسمه كده نهري، يبقى نهر. يبقى أنا عندي وسائل بتسير فين؟ في النهر. طب نهر إيه اللي عندنا موجود في مصر؟ نهر النيل.
يبقى يتم عبر نهر النيل ويستخدم في إيه؟ هو وسيلة نقل، يبقى يستخدم في إيه؟ في نقل المواد الخام اللازمة للصناعة. طيب هينقل لي إيه كمان؟ الركاب والنزهات النيلية. يبقى احنا كده نهر النيل بنستخدمه عشان ننقل مواد خام احنا موديينها المصانع تتصنع. زي ايه؟ زي القطن مثلا، القطن ده مادة خام هنصنع منه الملابس. طيب عن ايه كمان؟ مثلا القمح نصنع منه الخبز وحاجات تانية كتير. تمام، يبقى احنا كده بننقل المواد الخام اللازمة للصناعة عن طريق ايه؟ عن طريق نهر النيل. طيب هينقل لي ايه كمان؟ هينقل لي الركاب. تمام، وكمان بيبقى فيه نزهات نيلية عن طريق نهر النيل. خلاص، فاكرين لما قلنا السياحة الترفيهية قبل كده؟ قلنا عندنا سياحة ترفيهية بتتم عن طريق ايه؟ نهر النيل، وبيكون فيها نزهات نيلية. السياح بيجوا لنا مصر وبيعملوا بيكون عندنا سياحة ترفيهية علشان بيجوا هنا وبيتنزهوا عن طريق نهر النيل. تمام كده، يبقى ده النقل النهري. طب لما نيجي نتكلم عن النقل البحري، بيتم في مصر عن طريق قناة السويس. احنا قلنا قناة السويس دي بتربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، يبقى كده عندي القناة دي كأنها جزء من البحر، واحنا قلنا نقل بحري يعني اكيد عن طريق البحر. يبقى انا عندي قناة السويس. ايه تاني؟ مواني البحر المتوسط زي مين؟ الاسكندرية ودمياط. المواني دي موجودة فين؟ على البحر المتوسط. زي مين؟ الاسكندرية ودمياط، وهنشوفها دلوقتي على الخريطة. طيب عندي كمان مواني البحر الاحمر. زي ايه؟ زي الغردقة وسفاجة. الغردقة وسفاجة مواني بحر احمر موجودين على البحر الاحمر. تمام كده. طيب تمام. يا مس ليلى، عندي سؤال. نعم. هو يعني ايه مواني اصلا؟ يعني ايه ميناء؟ هقول لك دلوقتي. مريم، اه. بصي يا مريم، عارفة، اما نيجي نروح مثلا نركب مواصلات عشان رايحين مثلا مكان، هنركب مواصلات رايحين مكان يعني بعيد او كده، او مسافرين، فرايحين نركب سيارة. السيارة دي هنروح نركبها منين؟ من الموقف، صح؟ بيبقى في موقف للسيارات. المواني دي للسفن، زي الموقف كده بس للسفن بقى، موجودة على البحر. خلاص، يبقى المواني دي بتاعت السفن موجودة على البحار زي البحر المتوسط والبحر الأحمر. وقلنا مواني ايه موجودة على الإسكندرية ودمياط، مواني الإسكندرية ودمياط. ومواني البحر الأحمر زي الغردقة وسفاجة. تمام كده. ونخلي الأسئلة لآخر الدرس يا مريم، نخلص خالص. أي حد عنده سؤال يسألني عادي وأنا أجاوب. يبقى ده بالنسبة لأنواع النقل المائي. نيجي لأهميته بقى ونشوف دور الدولة لتطوير المواني والكلام ده كله. طيب أهمية النقل المائي إيه؟ إن هو رخيص. إن أنا بنقل البضائع عن طريق النقل المائي ده بيكون رخيص، ماهوش غالي. يبقى يعد أرخص وسائل النقل. إيه هو أرخص وسائل النقل؟ أقول له إيه؟ النقل المائي. طيب استخدامه في نقل البضائع، إن إحنا ممكن ننقل البضائع عن طريق النقل المائي. البضائع دي كبيرة الحجم وثقيلة الوزن. البضائع اللي هي كبيرة في الحجم وتقيلة أنا ممكن أنقلها عن طريق البحر أو النهر، ويكون إيه؟ ويكون ماهوش غالي. النقل ماهوش غالي، رخيص. خلاص كده، يبقى دي ميزة ولا عيب؟ لا، دي ميزة. ميزة للنقل المائي، إن هو ينقل لي بضائع كبيرة الحجم وثقيلة الوزن، ويكون إيه؟ رخيص في نفس الوقت. يبقى هنا أهميته، يعد أرخص وسائل النقل واستخدامه في نقل البضائع كبيرة الحجم وثقيلة الوزن. طيب تمام. اما نيجي بقى نتكلم عن دور الدولة. تهتم الدولة بتطوير المواني من أجل، بتهتم ليه الدولة بتطوير المواني؟ عشان تقلل زمن انتظار السفن خارج الميناء. علشان ما يبقاش عندي مثلا الميناء ده ضيق، فيبقى عندي سفن خارج الميناء منتظرة خارج الميناء. فلما الدولة تطور لي المواني
يبقى هنا عندي ايه؟ تقليل زمن انتظار السفن خارج الميناء، هتقلل لي الوقت اللي بتنتظر السفن خارج الميناء. خلاص كده؟ طيب رقم 2 زيادة كمية البضائع. ان الميناء يقدر ايه؟ يستوعب كمية من البضائع اكتر لما ايه؟ لما الدولة تطور المواني. طيب رقم 3 زيادة مساحة التخزين داخل الميناء مما يساعد على تنشيط حركة التجارة. تاني يبقى احنا عرفنا كده النقل المائي اهميته ايه؟ ارخص وسائل النقل وبيستخدم في نقل البضائع كبيرة الحجم وصغيرة الوزن. طيب الدولة عملت لي ايه بالنسبة للمواني؟ طورت لي المواني دي. طب طورتها ليه؟ بما تفسر. لو جالنا سؤال هنا كده وقال بما تفسر، اكتبوا السؤال. بما تفسر تهتم الدولة بتطوير المواني، هنقول ايه؟ من اجل تقليل زمن انتظار السفن خارج الميناء وزيادة كمية البضائع وزيادة مساحة التخزين داخل الميناء مما يساعد على ايه؟ تنشيط حركة التجارة. يبقى في هنا سؤال كمان اهو. يبقى زيادة مساحة التخزين داخل الميناء يساعد على ايه؟ يساعد على تنشيط حركة التجارة. تمام كده؟ طيب نيجي بقى لوسائل النقل المائي. الوسائل اللي هي ايه اللي بنستخدمه في النقل المائي؟ ايه اللي موجود في النقل المائي؟ مراكب طبعا وسفن وأتوبيسات نهرية. طيب يا مس احنا عارفين المراكب وعارفين السفن، ايه بقى الأتوبيسات النهرية دي؟ هي برضو زي السفن كده، بس احنا قلنا عليها اتوبيسات علشان هي واخده شكل الاتوبيس، مقفوله كده من الجوانب ومقفوله من فوق وفيها شبابيك كتير من الجوانب، تشوفها تقول عليها زي الاتوبيس بالظبط، يبقى شكلها شكل الاتوبيس، عشان كده قلنا عليها ايه؟ اتوبيسات نهريه. يبقى وسائل النقل المائي عندي مراكب وعندي سفن وعندي كمان ايه؟ اتوبيسات نهريه. تمام كده؟ طيب تعالوا بقى نشوف ايه المواني اللي انا قلت لكم عليها. عندنا هنا على البحر الاحمر ميناء الغردقه وميناء سفاجه، ده على البحر ايه؟ البحر الاحمر. طيب فوق على البحر المتوسط عندي ميناء ايه؟ ميناء دمياط اهو، شايفين فين؟ انا عندي ده فرع ايه اصلا؟ ده عندي فرع دمياط، يبقى ميناء دمياط فوق، الفرع فوق خالص هو على البحر المتوسط، ده ميناء ايه؟ دمياط، عشان لو جالي في الامتحان وقال لي ميناء نقط اقول له ميناء ايه؟ دمياط، ما نلخبطش. طيب هنا ميناء ايه؟ هنا اصلا عندي محافظة الاسكندرية، يبقى هنا ميناء ايه؟ ميناء الاسكندرية. تمام. نيجي لاخر نوع بقى من انواع النقل وهو النقل ايه؟ النقل الجوي. الصوت والصورة تمام؟ أيوة يا معلم. طيب النقل الجوي هنعرف برضو أهميته مميزاته وعيوبه والوسائل. طيب أهميته إيه؟ بصوا هو معظم الكلام عن الوسائل النقل، أول ما أقول أهمية وسيلة نقل كذا أي وسيلة هيبقى أهميتها نقل الركاب والبضائع. تمام كده؟ بس في لكل وسيلة مثلا مميزات وعيوب، بس نبقى متفقين إن النقل وسائل النقل أهميتها نقل الركاب والبضائع، ده أساسي. خلاص كده؟ يبقى أهمية النقل الجوي نقل الركاب والبضائع سريعة التلف. قال لي هنا سريعة التلف بالنسبة لمين؟ للبضائع. يعني مثلا لو أنا عندي بضاعة عبارة عن أغذية مثلا، والأغذية دي صلاحيتها مش كبيرة، مدة الصلاحية بتاعتها مش طويلة، فأنا عايزة أنقلها بسرعة وأخلص وأوديها للمكان التاني أو الدولة التانية، من دولة لدولة، من مصر مثلا للإمارات أو السعودية، فعايزة أنقلها بسرعة، أستخدم إيه؟ أستخدم الطيران. خلاص؟ استخدم الطيران. ليه؟ علشان ده من أهميته إن هو بينقل لي بضائع سريعة التلف، بينقلها بسرعة عشان ما تلحقش إن هي تتلف أو ما تلحقش إن هي تبوظ. تمام كده؟ يبقى من أهمية النقل الجوي إيه؟ نقل الركاب والبضائع سريعة التلف. طيب تمام، دي أهميته. بالنسبة لمميزاته السرعة والانتشار وتخطي البحار والمرتفعات. أسفة.
تاني مميزات النقل الجوي: السرعة والانتشار وتخطي البحار والمرتفعات. طبعا لو عندي البحار والمرتفعات والحاجات دي كلها، الطيران أو الطيارات بتطير فوق الحاجات دي كلها، فما فيش عائق هنا عندي. تمام، يبقى دي ميزة ولا مش ميزة؟ ميزة طبعا. أمال إيه العيوب بقى؟ العيوب إن هي تكلفة استخدام مرتفعة بالنسبة للوسائل الأخرى، إن الطيران ده غالي، مش كل بضاعة هقدر أنقلها عن طريق الطيران. ليه؟ علشان غالي. ان انت تنقل بضاعة من دولة لدولة تانية، لا هتكلف فلوس كتير، فده من عيوبه. خلاص كده. طيب وسائله ايه؟ الطائرات بانواعها. يعني ايه الوسيلة اللي بتنقل بضائع او ركاب في الجو؟ اللي هي الطائرات بانواعها. طيب تمام، تعالوا بقى نشوف المطارات الدولية في مصر. عندي مطارات دولية عندي هنا موجودة في مصر. ايه المطارات الدولية دي؟ اللي هي المطارات اللي بيبقى فيها الطائرات اللي هتنقل مثلا ركاب او بضائع من هنا من مصر لبره مصر، لدولة تانية بره مصر. طيب تعالوا نشوف ايه هي المطارات دي. عندي مطار القاهرة الدولي، وده طبعا من اسمه كده هو موجود في القاهرة، ده طبيعي. مطار القاهرة ايه؟ الدولي، ده رقم واحد. عندي ايه كمان؟ عندي مطار برج العرب. فين مطار برج العرب؟ ها، في الاسكندرية. طيب تمام، عندي مطار كمان. فين؟ في أسوان، اسمه مطار أسوان. كل ما اجي اعلم امسح على حاجة. تمام كده. هنقول المطارات تاني: مطار القاهرة الدولي، ومطار برج العرب في الإسكندرية، ومطار أسوان. نحفظهم كويس جدا. طيب عايز بقى يتكلم لي على حاجة اسمها النقل المستدام في مصر. بصوا، احنا كل وسائل النقل دي او معظمها بيستخدم ايه؟ البنزين. طيب البنزين ده بيلوث لي البيئة ولا ما بيلوثهاش؟ اه طبعا بيلوث لي البيئة، علشان البنزين ده بيصدر عنه عوادم سيارات، والعوادم دي بتلوث لي الهواء. العوادم دي بتعمل لي ايه؟ بتلوث الهواء. يبقى كده بيأثر لي على البيئة تأثير سلبي طبعا. يبقى هنا مصر عايزة ان هي تمنع الموضوع ده، وعايزة تشوف وسائل نقل تانية ما تلوثش البيئة. خلاص كده. يبقى هنا لما يقول لي النقل المستدام، يعني استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة. كلمة صديقة للبيئة يعني بتستخدم طاقة نظيفة ما تلوثش البيئة، ما تعمليش تلوث خالص. عشان كده بنقول صديقة للبيئة. وسائل نقل ايه؟ صديقة للبيئة. طيب تعالوا كده نشوف التعريف. النقل المستدام يعني استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة بتسير بإيه؟ باستخدام مصادر طاقة نظيفة. زي إيه مصادر الطاقة النظيفة دي؟ زي الكهرباء والطاقة الشمسية. الكهرباء والطاقة الشمسية ما بيلوثوش البيئة. تمام كده؟ طيب تمام. طب ايه بقى جهود الدولة لاستخدام النقل المستدام؟ الدولة تعمل ايه يعني علشان نستخدم النقل المستدام ده عشان ما نلوثش البيئة؟ قال لي الدولة عملت لي حاجات داخليا يعني جوه مصر، وخارجيا يعني بره مصر. طيب تعالوا نشوف اللي هي عملته جوه مصر الأول، اللي هو داخليا. عملت لي ايه مصر؟ قال لي بدأت ان هي تسعى لتحويل الكثير من السيارات التي تعمل بالايه؟ بالغاز الطبيعي. ده الغاز الطبيعي مش هيلوث لي البيئة زي البنزين. يبقى هي عايزة تستخدم سيارات بتشتغل بإيه؟ بالغاز الطبيعي. يبقى دي أول حاجة. تاني حاجة زيادة أعداد الأتوبيسات الكهربائية. بدل ما عندي أتوبيسات برضو بتشتغل بالبنزين، لا أنا هزود بقى الأتوبيسات اللي هي بتشتغل بالكهرباء. يبقى دي تاني حاجة. طيب تالت حاجة تشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعي. ايه يا مس وسائل النقل الجماعي دي؟ اقول لكم: بدل ما كل واحد عنده سيارته الخاصة بيه، لا احنا لو انت رايح مشوار انزل اركب المواصلات العامة العادية اللي هي بيبقى فيها كذا راكب، سواء كانت سيارة مثلا السوزوكي اللي احنا بنقول عليها، او ال السيارات اللي هي السوزوكي، او مثلا اتوبيس قطار، الكلام ده كله دي اسمها وسائل نقل جماعي. طب ليه برضو؟ ما هو كل واحد لو خد سيارة خاصة بيه ونزل
ده هيزود من عوادم السيارات، هيزود التلوث. لكن لو بدل ما 5 مثلا كل واحد منهم يركب عربية خاصة، ال5 دول ركبوا عربية واحدة في وسائل النقل الجماعي، هنقلل التلوث. يبقى هنا تالت حاجة تشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعي. ليه؟ بما تفسر لتقليل استخدام السيارات الخاصة. طيب، رابع حاجة الدولة تعملها لي داخليا، العمل على إنهاء مشروعات إيه؟ ده هتعمل لي مشاريع علشان تقلل لي من التلوث. هتعمل لي إيه بقى؟ القطار الكهربائي السريع، ده أول حاجة. وحاجة تانية اسمها المونوريل المعلق. طيب تعالي كلمينا الأول عن القطار الكهربائي السريع ده. هيعملوا لي قطر بس بالكهرباء ويكون سريع جدا. طيب ما دام بالكهرباء يبقى مش هيلوث الجو أو هيلوث البيئة. هيعمل إيه القطار الكهربائي ده؟ هيربط لي مدينة بمدينة تانية، وهيمر بإيه؟ بحاجة كده في النص. طب تعالوا نشوف هيربط إيه بإيه. هيربط العين السخنة بالعلمين الجديدة، ويمر بالعاصمة الإدارية الجديدة. تاني كده، هيربط العين السخنة. العين السخنة دي فين؟ على البحر الأحمر. طيب ويطلع لي فين؟ على العلمين الجديدة. العلمين دي فين؟ على البحر المتوسط. طيب وهو رايح كده على العلمين هيمر بمين؟ بالعاصمة الإدارية الجديدة اللي موجودة فين؟ في القاهرة. مين اللي بيعمل ده كله؟ ده القطار الكهربائي السريع، اللي هي مشاريع لسه بيناقشوها أو هيعملوها. طب ايه تاني؟ المونوريل المعلق. هو اسمه ليه كده؟ اسمه ليه معلق؟ علشان مش هيمشي على الارض، لا هو لو بصيتي له هيبقى كأنه ماشي في الجو كده. حتى في منهم يعني في انواع من المونوريل بيبقى السكة بتاعته من فوق من السقف وهو ماشي على طول، فتبص له تحس ان هو ماشي في الجو. هو بيرتفع عن الارض كذا متر يعني، عشان كده سميناه المونوريل المعلق. طيب المونوريل المعلق ده هيعمل ايه؟ هيربط لي المدن ببعضها، ربط العديد من المدن ببعضها، بالإضافة لربطها بمين؟ بمترو الأنفاق. طيب انت كلمتيني على الحاجات اللي مصر هتسعى ليها داخليا علشان تحقق النقل المستدام. طيب وقلتي لي الحاجات دي كلها داخليا. خارجيا ايه؟ مصر هتعمل ايه خارجيا؟ قال لي ان في مؤتمر اسمه مؤتمر النقل المستدام، ده موجود فين؟ في بكين. فين بكين دي؟ في عاصمة الصين. المؤتمر ده مصر شاركت فيه. شفتوا بقى مصر بتسعى ان هي ازاي ما تلوثش البيئة، بتسعى ان هي تستخدم نقل مستدام. عشان كده عملت ايه؟ شاركت في مؤتمر النقل المستدام فين؟ في بكين عاصمة الصين. وعملت لي حاجات طبعا كتير داخليا، منهم الحاجات اللي احنا قلناها. لحد كده احنا خلصنا الدرس واتكلمنا عن النقل البري والنقل المائي والنقل الجوي.